بتشوف ازاي التنمر المنتشر على السوشيال ميديا؟ ما بيعجبنيش في حاجات كتيرة، وبيحصل فيه برضو جرائم كتيرة بسبب التنمر، وبرضو ده غلط برضو في حق ان الناس تتنمر على بعضها، لان ده حرام. اقول عن اخر والله هو ظاهرة منتشرة الأيام ديت، وهي يعني غير أخلاقية تماما، وبتبقى بداعي الربح وبتاع. يعني أنا بتريق على واحد بحيث إن نلم لايكات ونلم إعجابات أكتر، بالعكس دي بتظهر يعني سلبيات المجتمع المصري أساسا، يعني ظاهرة جديدة علينا، فأتمنى إنها ما تكونش موجودة على السوشيال ميديا مبدئيا. والله احنا كان يعني ايام زمان ما كانش فيه الكلام ده، وكان في ادب واحترام، بس ده راجع للتربيه في البيت. الاب ممكن يتريق على ابنه، والام تتريق على ابنها وبنتها، الاخلاق انعدمت من البيت، بدايه من البيت، زائد بقى في المدرسه بقى والكلام ده كله بيزود موضوع التنمر بينهم وبين بعض. طبعا الموضوع بقاله فتره كبيره جدا، والتنمر للاسف مش عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا. للاسف انتشر بطريقه كبيره جدا، ودلوقتي الصغيرين والكبار، وللاسف الصغيرين بيتعلموا من الكبار كمان. يعني الكبار هم اللي بقوا يعملوا موضوع التنمر، وكمان موضوع السوشيال ميديا زاد قوي والتنمر زاد، فطبعا شيء مش كويس يعني. والله بشوف ناس كتير بتتكلم بالذات على الممثلين وعلى لعيبه الكوره وعن الناس بتوع السوشيال ميديا طالعين بتوع التيك توك الجداد، والناس دول كلهم بتنمر عليهم ونظام بقى الحسد ومش عارف ايه وكده، وفي ناس بتحاول تقلدهم في الموضوع ده، بس هم مش بينجحوا اصلا في كل ده خالص. بس احنا كل ده اصلا بقعد اتفرج عليه، بقعد اضحك على النظام اللي بيحصل، وشغالين بالهم بحاجات اصلا ملهاش اي لازمه. المفروض نشغل بالنا بالازمات اللي احنا بنقع فيها. كل واحد المفروض يشيل نفسه في المشاكل اللي بيقع فيها، ويركز مع نفسه، ما يركزش مع اخره خالص في اي حاجه. فبرضو انا شايفه ان لو نبطل نتنمر على بعضنا، عشان خاطر احنا بيحصل حاجات بينا وبين بعضنا كبيره ممكن تسبب اسباب جرائم، وبتسبب اسباب كتيره مش حلوه. فانا ما بقول لو كل واحد يخليه في نفسه ويخليه في حاله وما يتنمرش على غيره، ده يبقى احسن. طب ايه رايك في التنمر اللي بيحصل ما بين الاطفال في المدارس؟ يعني بتبقى تربيه اولا، العيل شايف الكبير بيتنمر فهو بيقلد. الطفل ما يعرفش حاجه، فبيشوف اللي قدامه الاكبر منه بيشوفه بيعمل ايه، بتبقى من البيئه. يعني من البيئه، الموضوع راجع من التربيه التربيه. لو انا متربي كويس ومربي عيالي كويس، عمره ما هيتنمر على غيره الا ان شفت اكبر مني بيعمل كده او بيئتي طالعه كده. يعني التنمر ما بين الاطفال ده بتبقى راجعه للبيئه نفسها. طب شايف ان الموضوع يعني راجع للتربيه؟ ده راجع للتربيه، للبيت الاول، ثم في المدرسه واخلاق الطلبه مع بعضهم. بص حضرتك، هي الاطفال ديت المفروض يبقى في توعيه من الاهل وتربيه من البيت مبدئيا، لان الاطفال بتبقى ممكن تتاذي نفسيا اكتر من الكبار. يعني الطفل لما اجي اتنمر عليه هيتاذي اكتر ما الكبير يتاذي، فالمفروض الاب او الام او البيت نفسه او التربيه نفسها تبقى يعني اصلح، او في وعي، يبقى في توعيه يعني، وفي عقاب برضه للابن او للولد الصغير وهو يتنمر على زميله. شايف ان بسبب الربح التنمر دوت، يعني في ناس عامله مسخره لنفسها فيديوهات بس تتنمر على طبعا ده بنسبه 90%. يعني هو مفيش حد بيدور على الشهره قد ما هو بيدور على الربح، وللاسف المحتوى بيبقى مفيش محتوى اصلا. يعني للاسف بس بيجيب مشاهدات كبيره جدا، بيجيب مشاهدات لان اغلبيه الناس بقت تروح عايزه تتفرج تشوف ايه الموضوع. بس للاسف هو بقالنا كام سنه كده الموضوع بقى بايخ قوي، بقى شكله مش حلو. دلوقتي اي حد بيعمل محتوى، هو مفيش محتوى بس هو الناس بتتفرج على الحاجات التافهه، فده شيء مش كويس، واعتقد مع الوقت هينتهي. يعني اكيد لازم ينتهي في وقت من الاوقات. يعني تبقى تقولي رساله ايه؟ طيب انا اقول رسالتي لاي ام تعلم عيلها ان هو ما يتنمرش، لان ده اول على الاخر حرام، وربنا يحاسبنا على اللي احنا بنعمله ويحاسبنا على تربيه اولادنا.